تخيل كده انت واقف بتدفع في كشك أو راكب ميكروباص، والسواق يديلك فكة فيها عملة شكلها غريب شوية. تبص عليها تلاقيها مش الجنيه اللي متعود عليه، ولا حتى حاجة شبه اللي في جيبك، فيرد عليك بكل ثقة: ده ال2 جنيه الجديد، أهلا بيكم في 5 جنيه. الفترة الأخيرة في كلام كتير اتقال عن إن مصر هتنزل عملة معدنية جديدة بفئة 2 جنيه، ومش بس كده، ده كمان في تحديث لشكل الجنيه نفسه. فالموضوع خرج من مجرد خبر وبقى نقاش كبير، ناس قالت ده تطوير طبيعي، وناس قالت أكيد في حاجة ورا الموضوع. طب هل الكلام ده حقيقي ولا احنا مكبرين الموضوع زيادة عن اللزوم؟ أول حاجة، عملة ال2 جنيه دي مش بس فكرة طالعة امبارح، الموضوع بقاله سنين بيدرس. والفكرة ببساطة جدا إن التعاملات اليومية بقت محتاجة فئات أكبر شوية. يعني بدل ما تبقى شايل فكة كتير في جيبك، يبقى معاك عدد أقل بقيمة أكبر، خصوصا مع الأسعار اللي كلنا شايفينها. بس هنا بقى في نقطة أهم وناس كتير مش واخدة بالها منها: إصدار عملة جديدة مش معناه طباعة فلوس زيادة، وده فرق مهم جدا. لأن في ناس أول ما تسمع عملة جديدة تفتكر كده إن التضخم هيزيد، لكن الحقيقة إن ده مجرد تغيير في شكل الفئات، مش زيادة في كمية الفلوس. طب ليه نغير أصلاً؟ هقول لكم السبب اللي ممكن يفاجئكم شوية. العملة نفسها بتكلف الدولة فلوس علشان تتعمل. الجنيه اللي في إيدك ده الدولة صرفت عليه قبل ما يوصلك، وفي أوقات تكلفة تصنيعه بتبقى أعلى من قيمته، يعني ممكن الجنيه يكلف الدولة أكتر من جنيه. طيب ليه ده بيحصل؟ بسبب الخامات. زمان العملات كانت بتتصنع من معادن زي النحاس والنيكل، ومع الوقت أسعار المعادن دي ولعت، فبقى لازم يتغير التركيب علشان نقلل التكلفة. وهنا حصلت حاجة غريبة جدا: في ناس بدأت تجمع العملات القديمة وتسيحها، علشان المعدن اللي جواها بقى أغلى من قيمتها كفلوس. يعني الجنيه نفسه ممكن يتباع كخامة بسعر أعلى. طبعا الموضوع ده ما عجبش الدولة خالص، وتم تجريمه بقوانين وعقوبات كبيرة. ومش عندنا بس، دول زي أمريكا حصل فيها نفس السيناريو قبل كده. بس خلينا نكون واضحين، دلوقتي العملات اللي في السوق معظمها معمول من معادن رخيصة نسبيا، فلو حد حاول يسيحها هيخسر مش هيكسب. نرجع بقى لسؤال مهم: ليه 2 جنيه تحديدا؟ الإجابة ببساطة علشان الجنيه لوحده بقى بيشتري حاجات أقل، فمحتاجين فئة تساعد في التعاملات اليومية، وده طبيعي جدا في أي اقتصاد. طيب هل الجنيه القديم هيتلغي؟ لأ خالص، كل العملات هتفضل شغالة زي ما هي، والجديدة هتنزل جنبها، زي بالظبط الفلوس البلاستيك والورق. وفي الآخر الموضوع كله عبارة عن خطوة تنظيمية وطبيعية، مش كارثة ولا مؤشر خطر زي ما البعض متخيل. بس الأكيد إن شكل الفلوس في جيبك ممكن يتغير قريب. ولو وصلت لحد هنا فأنت أكيد من الناس اللي بتحب تفهم مش بس تسمع، فاعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان عايزين نكبر بيك.